الاصدقاء اليوم كنت سد كزوله واول مره شريت ما يسمى بالبروكولي، هذا اللي كتشوف في التصويره. شريته مع واحد السيد كيجيب هادشي ديال البروكولي، الباربه، الخيار، الحامض، الخس، الربيع، داكشي. المهم كيجي منا واحد يلحد الحراره، انا كنقول ليه الدكالي عنده واحد لاكسون في شكل. وهذا البروكولي هذا فكرني في واحد البلان اللي هو الانتقاء الصناعي، واحد العمليه اللي كيديرها الانسان وكيمارسها على النباتات ولا على الحيوانات بهدف انه يخرج واحد الصنف جديد ولا واحد الصنف اللي كتبان لي فيه واحد الميزات مزيانه وقليل. كيحاول انه يدير عليه هذه العمليه ديال الانتقاء الصناعي باش انه يكثر ويولي غير هو اللي كاين. وهذا الشيء اللي دار الانسان مع البروكولي، انه خرج واحد النبات اللي هو جديد من واحد النبات اللي كيعطي مجموعه من الفصائل الاخرى، بحال مثلا واحد الماكله اللي كنعرفوها كاملين، ولا واحد المهم واحد الخضره اللي كنعرفوها كاملين اللي هو داك الشيفرون الابيض. كنقولوا حنا الشيفرون، ما عرفتش نتوما شنو كتقولوا ليه، هو هذا اللي في التصويره. فالبروكولي جاي من هذه الفصيله اللي كتعطي هذا النبات هذا. وهذا الشيء وقع في الامبراطوريه الرومانيه شحال هذه في المنطقه ديال المطله على البحر الابيض المتوسط. عاد من بعد داز لاوروبا كامله يمكن في القرن 16، وفي القرن 19 عاد داز للميريكان. وهذه القضيه ديال الانتقال الصناعي قلت لكم كيديرها الانسان حتى مع الحيوانات. شحال هذيك شفت واحد الروبورتاج ولا واحد الدوكيومونتير على واحد الطبيبه في واحد المزرعه في الالمان. شنو كدير؟ كتمشي كتخير دوك العجول ولا دوك التيران اللي فيهم واحد الميزات مزيانه، مثلا كيقدروا يكبروا دغيا ولا كيعطوا اللحم مزيان ولا كيكونوا صحاح مزيان، وكتحاول انهم هما اللي تخليهم يتزاوجوا مع باقي الاناث الاخرين ديال البقر باش يبقى ديما هذاك الصنف هو اللي يخرج بزاف، ما يخرجش هنا واحد التيران اللي ما كيكبروش دغيا ولا ما كيعطوش اللحم مزيان، وبالتالي غيكونوا غير خساره لذاك مول المزرعه. لان بنادم اللي عنده واحد المزرعه فيها 500 راس ولا 1000 راس راه كيفكر في الربح، ماشي كيف عندك بقره وحده ولا جوج بقرات. وهذه القضيه ديال الانتقاء الاصطناعي كاين النقيض ديالها اللي هو الانتقاء الطبيعي اللي كيوقع في الطبيعه بلا تدخل الانسان. نعطيكم مثال بسيط. مثلا وسط من واحد الغابه عايشين واحد المجموعه من الكائنات الحيه، نقولوا مثلا واحد المجتمع ديال البقر. هذاك المجتمع ديال البقر تقدر واحد الوقيته توقع فيه ما يسمى بالطفره، ان واحد فيهم يخرج عنده واحد الصفات في شكل غريبه عليهم كاملين. مثلا يخرج عنده واحد الرجلين اللي طوال شويه على البقر الاخر، وعنده واحد الراس اللي هو طويل، فغادي يبقى عايش وسط منهم. يقدر انه يوقع تزاوج مع اناث اخرين ويخرجوا منه وحدين اخرين. وهذا الشيء هذا غادي يستمر على واحد المئات ولا الاف السنين، وغيولي عندنا واحد الخليط اللي هو هجين مخلط. كتلقى بقر عنده رجلين طوال وبقر عنده رجلين عاديين بحال كيف كانوا من قبل. ولكن واحد الوقيته تقدر توقع مثلا واحد المشكل في ذاك العشب اللي كياكلوا في الارض. تقدر تجي شي افه ولا يقدر يجي شي جفاف وما يبقاش هذاك العشب كاين في الارض، يولي مثلا المصدر ديال الغذاء هو الربيع اللي كاين مثلا في الشجر اللي عالي شويه. فشنو غادي يوقع؟ دوك البقر اللي عنده واحد رجلين طوال غتكون عنده الافضليه انه ديما هو اللي غادي ياكل مزيان، هو اللي يكون صحيح مزيان. ولا شي جوج تيران تفاتنوا على شي ضاربوا على شي بقره، راه داك اللي واكل مزيان هو اللي غادي يربح، وبطبيعه الحال هو داك اللي كيكونوا رجليه طوال. فبالتالي التزاوج ديال الاناث غيولي غير مع دوك التيران اللي عندهم رجلين كبار، لانهم هما اللي يبقاو صحاح، هما اللي غادي يبقاو يربحوا في دوك النزالات ديال التزاوج. وغادي تشوف من هنا واحد 10,000 ولا 100,000 عام غادي يولي هذاك القطيع كامل ديال البقرة تلقاه الاغلبيه فيه هادشي. الا ما قلناش كامل غيولي كل شيء عنده واحد رجلين اللي هما طوال وراس هو طويل. وواحد المثال اخر اللي قريب من الواقع ديالنا ديال دابا ديال الوقيته ديال الحرث والحبوب، هو الناس اللي كيمشيو مثلا يشروا الزرع من الرحبه. فكما كتعرفوا مؤخرا ولات عندنا مشكله ديال المناخ، مشكله ديال التساقطات، يا اما كتجي معطله ولا كتجي قليله. فولاو الناس كيمشيو ما كيشروش اي زرع، ولكن كيشروا داك الزرع اللي كيقدر انه يصبر الجفاف. كيكون عنده واحد السميات كيكونوا عارفينه، مثلا هذا الزرع ديال هذه المنطقه ولا ديال هذه المنطقه كيصبر الجفاف، ولا كتكون عنده واحد السميه معينه كيقدروا انهم يميزوا بها على السميات الاخرين. فهو لا شتي تلقاه زرع، ولكن لا جديهم زرعتيهم بجوج وكانت عندك شتا قليله، هذاك غادي ينوض وهذاك الاخر ما غاديش ينوض. وهذه القضيه هذه نقدروا ندخلوها في الخانه ديال الانتقال الصناعي اللي ولا كيديروا الانسان في الحبوب، نظرا للمجموعه ديال الاعتبارات من بينها مثلا التساقطات اللي ولات كتجي قليله ولا كتجي معطله. المهم هذا الفيديو درجه بسرعه، غير معلومات عندي في راسي حاولت انني نبارطاجيهم معكم وصافي. ويمكن السبب هو هذا البروكولي اللي شريته، ويمكن باعوا لي واقيلا غالي. المهم 15 درهم الكيلو. الاصدقاء قول لي في التعليقات واش غاليه ولا رخيصه. ما عمرني شريت البروكولي انا، كنسمع به وصافي وكنشوفها في الفيلمات ديال برا.